السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معانا شوية سمك. النهارده الجمعة يوم قصير، والسمك طبعا هو يعني يعني أكتر أكلة ما بتاخدش وقت. فبن إيه بنستسهلها يعني يوم الجمعة، يا إما بنشويه بره وبنجيبه جاهز. معانا بقى النهارده شوية رز، هعرفك كل الأسرار ازاي تعملي الرز جميل كده وتطلعيه بالجمال ده، وتطلعيه بلون تحفة وطعم خطير هو والسمك. تعالى بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف النهارده خطواتنا شكلها ايه. معايا السمك كده، انا جبته نضفته. النهارده بقيت بجيب السمك انا اللي بنضفه. انا من زمان بنضفه انا، بس كان يعني كنا احيانا ننضفه بره علشان خاطر نريح دماغنا ونوفر وقتنا. النهارده بقينا بنوفر فلوسنا. نضفت انا على ايدي بالشكل ده، وطلعته ابيض قشطه كده زي ما انتم شايفينه كده. ومسكته بقى نقعته في ورق لورا وشويه جنزبيل وشويه ومعلقه طحينه وسبته كده في حته تلجة لحد ما ما اخد ما طلع كل الدم اللي في الشوك والكلام ده. ومسكته غسلته وشطفته على الحوض وجبته كده بالشكل ده، وجيت على الدقه بتاعتي. جبت كده حوالي راس توم فريش. انا بحب احط التوم الفريش على طول، طبعا بيديني طعم وحاجات في حاجات المتبله بالذات بيبقى الافضل يعني الفريش. حطيت فلفل، نص فلفل الوان ونص اصفر. حطيت شطه وحطيت راس الثوم معاهم. وجيت كده حطيت الليمون، طلعته من البذر بتاعه منه اهم حاجه. جبت كده نص حزمه كزبره خضراء. كنت عايزه اجيب كرفس بس للاسف ما لقيتش كرفس النهارده. مسكت بقى الكزبره قطعتها كده بالمقص اكنها هعمل بقى يعني اكني بقطعها السلطه او كده. ومسكتهم كده فرمتهم في الكبه زي ما انتم شايفين. حطيت كده معلقه بابريكا، نص معلقه شطه حمراء. حطيت مع النص معلقه كمون، طبعا السمك يعني كمون. وحطيت معلقه كبيره كزبره ناشفه. وحطيت مكعب مرقه سمك. طبعا البهارات ديت هي انسب بهارات للسمك واجمل بهارات للسمك. وحطيت معلقه مستردة اللي هتنقل لي السمك ده في حته تانية خالص. مستردة جميله. وحطيت كده حوالي ربع فنجان خل. اللي عايز يكتر خل عن كده اي كتر. وحطيت طرف على المعلقه كده، يعني حوالي ربع معلقه شاي بودره الزعفران. بودره الزعفران دي انا مستعملها عشان اللون فقط، لكن هي ما بتديش لا طعم ولا حاجه. مسكت السمك بتاعي كده، قلت افتحه كده عشان السمك معايا كبير. السمكية طبعا تبقى تعدي نص كيلو. وجيت بقى امسكه بقى احط بقى التتبيله في قلبه. هشبع كده من قلبه كده التتبيله اللي انا عاملاها ديت. حاجه كده جميله جميله جميله، طعم ونفس خطير. وممكن تملحي بقى بتنجان، بس ما عدا يعني لما تملحي بقى بتنجان تشيلي منها بودره الزعفران. كنت طبعا حاطه لما كميه الملح المناسبه. ومسكته كده بحرته بره وجوه. طبعا الواحد ما يعرفش يعمل الحاجه انت عشان توصلي السمك صح في الراس والبطن كده لازم اعمله بايدي. فانا اشتغلت بايديا. مسكت الدقيق كده، جبت الدقيق المناسب ليا. وحطيت عليه كده معلقه النشا، وحطيت عليه معلقه ملح. طبعا معلقه الملح دي انا ندمت عليها لان انا كنت مبهره السمك من بره. الملح يا جماعه بيغمق السمك، بيغمقه في القلي من بره. فانا ندمت ان انا حطيت في التتبيله من بره. مسكته بقى كده بهرته بالسمك بالدقيق بتاعي بره كده. ما عملتش من جوه لان انا كنت عايزه الدقه من جوه. اللي عايز مثلا يبهر السمك من جوه يشيل الدقه من جوه خالص، علشان خاطر يعني ما تبقاش تبقى سودا، تنفضيها من جوه. لكن انا كنت عايزاه بالدقه من جوه لان الدقه بتاعتي كانت جميله قوي، والسمكيه مليانه. حتى انا مش عارفه يعني لو قلتها مش هتبقى ناشفه يعني الكريسبي اللي انا عايزاه. لكن لو سمكة ضعيفة ممكن نعملها كده، لكن مليانة الدقة بتاعتها أفضل. تعالي بقى هنا على المقوم بقى اللي مش هيخلي لك أي ريحة سمك في البيت نهائيا. هتبقى الريحة معاكي بس وانت يعني يا بتطش كده في المطبخ، بس انت اللي هتشمها بس على البوتاجاز. لكن البتنجان هيشيل لك ريحة السمك خالص. مش هيخليك ريحته في البيت ولا تعبق، ولا تطلعي وتدخلي وتلاقي ريحة السمك معبقة في البيت أبدا. مسكت كده السمك، حطيت السمكية الأول، وحطيت معاها كمية من البتنجان علشان خاطر ما تطلعليش ريحة. وبعدين لما السمكية حسيت ان هي كده خدت لون من تحت، بدأت احط التانية علشان احافظ على سخانة الزيت. ودنيتني اقلب فيه كده لحد ما حسيت ان هو خلاص استوى. انا طبعا ما اقدرش اقولك في الخطوات ديت هو امتى بيستوي، لا السوا ده معاكي انت.
انت اللي عارفاه، انت اللي عارفه النار معاكي ايه. طبعا النار لازم تبقى عاليه، ولو السمكه معاكي كبيره ممكن في النص يعني بعد ما السمكه تاخد لون كده تقومي بتبداي تهدي النار. وبرضه انت مراعيه الالوان معاكي، لان انا اخر سمكتين معايا سهيت عليهم واتلسعوا شويه، لكن الحمد لله هم حلوين، مش يعني غماء اللون درجه بسيطه، لكن مش مجرى لهم حاجه، لكن الحمد لله زي الفل. مسكت كده جيت كده جبت الحل على النار، هعمل بقى الرز بتاعي الجميل الخطير، الخطير اللي مش هتقدري يعني تستغنى عن حبايه فيه. حطيت كده مقدار معلقه سمنه على معلقتين زيت، على مقدار الزيت اللي هيناسبني يعني. ممكن سمك الرز بياخد زيت شويه. ونزلت عليهم كده بالبصلايه لحد ما احمرت زي ما انتم شايفين كده، خدت اللون الدهبي الغامق شويه معايا. وبعدين نزلت عليها بالرز كده. انا حاطه الرز درجه اولى، ما غسلتوش، الرز بيطلع لي بقى حبايه من حبايه، حبايه من حبايه. ومسكته كده شوحته، ونزلت عليه بقى بمعلقتين من الدقه اللي انا كنت عاملاها للسمك، معلقتين كده حلوين كده. وتعالوا بقى شوفوا بقى اللون. وحطيت من عندنا بقى ربع معلقه قرفه. طبعا كان في حته قشره ليمونه واقعه مني، خدتها شلتها، لان أنا كنت ضاربه الدقه بالليمون. ونزلت كده بمعلقه صويا صوص، ونزلت بالملح المناسب بتاعي، وقفلت عليهم. طبعا البتنجان اللي انا كنت بقليه طول الحلقه طبعا اخدته عملت بيه مسقعه، كانت مسقعه تحفه، مسقعه بلدي جميله. هنا بوريكم الليمون، الليمون بتاعي، مش اللي انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو، لا، انا كنت جبت ليمون تاني وسلقته وحطيت كده، كان عندي 2 كيلو زياده يعني. هنا يا جماعه اهو السمك قدامكم اهوت، وانا بوريكم كده السمكيه بقى اللي هي اتلهفت مني شويه، قلت كده افتحها اوريها لكم كده. والله العظيم يا جماعه تتبيله السمك اللي انا مديها لكم دي والطريقه ديت اطعم طريقه هتاخديها في الرز وفي السمك. هتاكلي كده سمك، اللهم بارك، ولا سمك المطاعم. المطاعم مين اللي تعمل زينا دي؟ مستحيل طبعا المطاعم تنظف زينا كده وتهتم زينا. شايفين الرز حاجه خطيره، ولا الطعم بقى. كنت انا عامله حبه سلطه بلدي كده، حاجه خطيره خطيره. الاكل كله يا جماعه بيتكلم عن نفسه، مش محتاجه اتكلم. طبعا انا كنت قاليه حوالي 6 سمكات. انا بقى بحب ازود علشان خاطر ايه، اللي عايز ياكل تاني وترد على الاكل تاني ياكل تاني. ويا رب اكون افدتكم، اشوفكم في فيديو جديد.